لأول مرة رونالدو يظهر مع ياسمين صبري بدون وجود جورجينا معاه، وفي أي احتفالية أو فعالية في السعودية دايما تحصل المقارنات والنظرات ما بينهم ويثيروا الجدل. لكن المرة دي اللي أثاروا الجدل ياسمين صبري ورونالدو. يا ترى إيه الحكاية؟ هل ياسمين بتتعمد تظهر مع رونالدو؟ هل هو شايفها أحلى من جورجينا؟ هل هي بتقلد جورجينا فعلا زي ما بيتقال، خاصة إنها بقت واجهة لأشهر البراندات السعودية في الوقت اللي جورجينا متألقة هناك؟ انتشر فيديو الساعات اللي فاتت على السوشيال ميديا وقلب الدنيا حرفيا، ورغم ان عادي تظهر ياسمين صبري مع رونالدو ودي مش اول مره، ولكن اول مره ما تكونش جورجينا موجوده. هنا اتقال ان رونالدو حاطط عينه على ياسمين وشايفها احلى من جورجينا. كل الحكايه بقى ان الساعات اللي فاتت كان في السعوديه فعاليات حلبة النار اللي تم تنظيمها ضمن موسم الرياض، وروج تركي آل الشيخ للفعاليه دي من خلال نشر صوره لعدد من ابطال العالم في الوزن الثقيل اللي هيحضروا، وعلق عليها وقال: بعد مرور 25 عام على مواجهتهم التاريخية يقف الأساطير ليونكس لويس وإيفاندر هويلفيد بجانب عمالقة الوزن الثقيل تايسون فيوري وأوزيك. لحظة لا تنسى لأبطال عالميين بالوزن الثقيل في حلبة النار، وأعلن كمان عن جوائز مالية تصل ل$100,000 للي هيتوقع الفائز في النزال. ونشر فيديو عبر حسابه الرسمي على تطبيق إكس وعلق: بخطوة بسيطة توقع الفائز في نزال الأبطال حلبة النار لفرصة ربح جوائز تصل ل$100,000. وزي أي فعالية بيكون في لقطات بتعمل ضجة كبيرة، وكانت اللقطة دي هي ظهور ياسمين صبري مع رونالدو. والغريبة إن جورجينا مش موجودة في الفعالية دي، وده ما بيحصلش أبدا إن رونالدو يحضر أي حفلة أو فعالية بدون جورجينا، ودايما بينتشر صور وفيديوهات ليهم كمقارنة في الإطلالة والشكل ومين الأحلى فيهم. وعلق بعض الناس على الفيديو بأغنية ميريام فارس: حاول تختار بيني وبينها، وقالوا إن شكله بعد السنين دي كلها مع جورجينا هيسيبها وهيرتبط بياسمين صبري، وإنها عاجباه أكتر وشايفها أحلى. وقبل كده المكير محمد عشوب قال إن ياسمين أحلى من جورجينا، وقال: مواطن الجمال من العينين والشفايف والمناخير عند ياسمين أفضل من جورجينا. وعن تقليدها لجورجينا ياسمين قالت: ما عنديش مشكلة يتقال عني كده طالما ما فيش إهانة ليا، ده غير إنها في بداية شهرتها شبهوها بكيم كارديشيان كمان. وقالت: كانت هي اللي في الصورة، دلوقتي هم نقلوا وبقيت بقلد جورجينا، انا نفس الست بس هم غيروا انا بقلد مين. الغريب انهم كانوا بيتصوروا عادي زي اي اتنين مشاهير بيتصوروا مع بعض في اي حفله او فعاليه. ياسمين بقى مش في دماغها اي حاجه ولا من ناحيتها اي مشاعر ليه، هو كمان بيحب جورجينا جدا وهي بتثق فيه وعارفه ان مستحيل يشوف حد احلى منها، ومستحيل يبص لحد سواء بقى في وجودها او عدم وجودها زي الفعاليه دي كده. اللي خلى بقى الجمهور شايف ان في يوم من الايام جايز تكون في حاجه بينهم ده كان بسبب اصرار ياسمين انها تتواجد في السعوديه بشكل مستمر، وبقت بتعمل اعلانات كتير، واتقال انها بتحاول تقلد جورجينا وتعمل زيها اعلانات عطور وتقلدها في الشكل والملامح كمان. الغريب ان حصل نفس الضجه دي قبل كده مع نانسي ورونالدو، ورغم ان نانسي بتتعامل عادي ولكن جورجينا كانت موجوده ورد فعلها كان غريب. نانسي كانت موجوده بتحضر النزال التاريخي اشرس الرجل على وجه الارض بين تايسون فيوري وفرانسيس نجانو، ورونالدو كمان كان موجود وكان مع جورجينا، وفي الوقت ده كانوا بياخدوا صوره سوا. فجاه جورجينا دخلت في الكادر اثناء التصوير في الصوره الثانيه جنب نانسي عشان تتصور معاهم، وزي ما تكون قاصده كده انها تتصدر الترند معاهم ومش هتدي نانسي فرصه انها تخطف منها الاضواء. تفتكروا بقى بعد ظهورهم سوا بدون جورجينا كمان ممكن نسمع تطور في العلاقه دي؟ وهل هيكون في رد من جورجينا على اللقطه دي ولا هتكبر دماغها؟ قولوا لنا في التعليقات.